السلام عليكم. روى أهل السير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر وعثمان صعدوا على جبل أحد ذات يوم. قافتك نبي محمد في أبا بكر عمري في عثمان تأني جرنا ما أفوري قوبني في الدرة ديبا أرجين جلياتي جج صلوات ربي وسلامه عليه. قال كانوا قبابان فرجف بهم الجبل. قال رسجوا النبي محمدين فقال جبل أحد. رسول ربي قال رسجونا ميل إساني طاهرة بريد دول كتوفتو أديسا تن وما مكتمرا فكاتو جدي ورسيناه نسال الدين الرا صلوات ربي وسلامه عليه. ميل إساني سن الفودني أكنا قد بيتني أثبت أحد أثبت أحد فما عليك إلا نبي وصديق وشهيدا هما سر جرني يا أحد تسقباي نبي يتشت سر جرا تسقباي يا أحد صديق السر جرا وهو أبو بكر ابن أبي قحافة وشهيدان عمر وعثمان شهيدان شهيدي يوكي وريقم توت أفدرتي وريقم وديما جن النبي محمد جري وريقم نبر وان جري تأوديما وهماني في جتشود بيك صلى الله عليه وسلم. فسكن أحد إنه جبل يحب محمدا وأمته. قاركم قارا نبي متى في نبي محمد جالته. فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إنتاكي كان رسول ربي هذا جبل يحبنا ونحبه كوني قارا نجالا كأن الليل نجالته. وزاد البخاري رحمة الله عليه في صحيحه في كتاب المغازي إنه من جبال الجنة. قار جنة هاتي جاء الرسول ربي صلى الله عليه وسلم. قار سيناء قار تاركة قار وريقما قار غزوة أحد قار جنة قار نجالته. كإس جالا إنه جبل أحمر مطل على المدينة المنورة مدينة نبي محمد قبا قديم الأتو جبل أحد كيلومتري تربة فقاتي مسجد نبي محمد الرقمة كوباجرة سنيف أحد جرمه. والسلام عليكم ورحمة الله.